يا مساء أو صباح الفل عليكم. معاكم سوريا، ويلا بينا نعمل وصفة بسيطة ولذيذة هتعجبكم إن شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة حرشة. هنعمل العجة وكمان بطاطس محمرة وطبق فول وطاجن مسقعة. حاجة كده حلوة وجميلة. يعني ايه حرشة؟ يعني حاجة بتتاكل بالعيش وما فيهاش لحوم، تقعدي تاكلي فيها لحد ما تبقي خلاص ما انتش قادره تاخدي نفسك. حاجه كده طعمها حلو جدا جدا. العجه من الحاجات السهله البسيطه المغذيه. جربيها بالطريقه بتاعتي ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب تشجيعك ليه. انتوا عارفين ان انا بشارككم غدانا اليومي، وده كان غدانا النهارده. انا عايزه اطلب من متابعيني حبايبي، يا ريت توصلوني ل1000 مشترك قبل رمضان، لان انا فعلا نفسي اوصل ل1000 مشترك قبل رمضان. انا عارفه يا حبايبي ان انتوا هتقدروا تعملوا لي او تحققوا لي الامنيه دي، فيا ريت توصلوني ل1000 مشترك. كانت العجه طعمها حلو جدا جدا وسهله جدا جدا، حاجه كده مغذيه. ومش هنقول مش مكلفه، لان ما بقاش في حاجه او اكله مش مكلفه. كل الاكل بقى يكلف، وكل الاكل بقى مفيش اكله رخيصه. هنعمل وعملنا برضو اليوم ده جلاش محشي كنافة. حاجة كده طعمها حلو جدا جدا جدا. وورقة الجلاش ب20 جنيه، وورقة الكنافة أو نص كيلو كنافة ب20 جنيه. أنا حشيتهم بالسوداني كمان، حابة تحطي ما حابة مش حابة براحتك. طعمه حلو جدا جدا، مقرمش كده، ومن جوه الكنافة طعمها حلو. حاجة كده حلوة، سهلة وبسيطة ومش مكلفة. هقول لك كل التفاصيل وكل التريكات، بس تابعي معايا الفيديو للآخر وما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب. طعمه حلو جدا. تعالوا نشوف عملناه ازاي. واول حاجة هنعمل مع بعض الاكلة الحرشة. هنعمل مع بعض الاول العجة. انا في الاول حطيت مقلة على النار، حطيت فيها تقريبا ربع كوباية زيت، وحطيت كمان كنت ضاربة في الكبة 3 بصلات كبار. هي بتتعمل ببصل كتير. دول 3 بصلات كبار حطاهم في الكبة، خليهم ناعمين ما تخلوهمش خشنين. ونص او ربع كوباية زيت، ونزلت بيهم في المقلة، وهفضل احمر فيهم لحد ما البصل يكرمل معايا على نار هادية. ما تعليش عليه النار عشان ما يتحرقش منك. واحدة واحدة كده عقبال بقى ما البصل يكرمل معايا، وخلي بالك منه كل شوية تقلبيه. هنحضر الخضرة بتاعتي. دول حزمتين من الخضرة، هاخدهم اغسلهم كويس جدا جدا على الحوض، وهقطعهم حتت صغيرة. هغسلهم الاول وبعدين اقطعهم. دول كانوا تقريبا كيلو بتنجان، كانوا جايين معايا 3 بتنجانات وقرنين شطة كده مع قرنين فلفل، وهنعمل طاجن مسقعة صغير كده جنب الاكل. انا بحب اقطع البتنجان واحمره على طول. لو انت بتحبي ترشي عليه ملح بقى وتحطي في الدقيق والكلام ده براحتك خالص. انا دي طريقتي اللي على طول بعملها، بقطع البتنجان، والبتنجانه اللي اقطعها انزل بيها في الزيت على طول. يعني انا قطعت القطعه دي على قد القليه، بس هنزل بيه في زيت واقليه. كان خلاص البصل اتكرمل معايا واخد اللون بتاعي اللي انا عاوزاه، مش عايزاه اكتر من كده، لونه ذهبي ودبل معايا ونزل ميته. هاخده بقى اركنه لحد ما يبرد شويه، لازم يهدى معايا شويه. ما ينفعش احط عليه البيض وبقيه الحاجه وهو سخن. عقبال برضو ما يبرد معايا هعمل الصلصة بتاعت المسقعة. ده فصين توم ومعلقة واحدة زيت، هقليهم في الزيت، اقلبهم مع بعض شوية، وبعدين هنزل بيهم بالطماطم اللي انا ضرباها ومصفياها. اول ما خدوا اللون الذهبي هنزل بالطماطم، شوية بقى كمون، شوية بابريكا، شوية شطة، معلقة سكر، والملح بتاعك. وكمان هنحط معلقة صلصة من الجاهزة علشان يعني لونها يبقى حلو واحمر كده حلو. وكوباية مية، وهسيبهم يغلوا على النار. يبقى دول فصين توم مع معلقة زيت، قلبتهم، نزلت عليهم بالصلصة اللي ضرباها ومصفياها، طماطم، نزلت ملح وفلفل كمون بابريكا شطة، معلقة ملح، معلقة سكر، وكمان معلقة صلصة من الجاهزة، وكوباية مية، وهسيبهم مع بعض يتسبكوا ويغلوا مع بعض كويس. خلاص كان البصل هدي معايا وقطعت الخضرة. هبتدي بقى اعمل العجة. انا استعملت في العجة بتاعتي النهاردة 7 بيضات، حابة تخليهم 6 5 زي ما انت عايزة. دول بس هفتح بقى ال7 بيضات، هحطهم في بولة كده عندي.
وهقلبهم مع بعض كويس الاول. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود، وكتري بقى شويه في الفلفل الاسود، شويه كمون، رشه بسيطه كده من الكمون، شويه بابريكا، وحبه شطه، ولو مش بتحب الشطه استبعديها، بس هي بتبقى حلوه كده وهي ايه فيها سنه شطه، حبه شطه صغيرين مش كتير. هقلب برضو الكلام ده كله مع بعضه كويس، يبقى ملح وفلفل اسود وبابريكا وشطه وكمون. هقلبهم مع بعض كويس، وحطي كميه الملح اللي هنحدق بيها الكميه كلها بقى. هقلب، وهحط على 7 بيضات معلقتين 2 كبار دقيق مليانين على الاخر، يبقى انا هحط معلقتين كبار دقيق على شكل هرمي على ال7 بيضات. ادي اول معلقه وادي تاني معلقه، وهقلبهم برضو مع بعض كويس جدا. طماطمتين بشرتهم برضو وهنزل عليهم بطماطمتين، ودي معلقه كربوناتو. لو ما عندكيش ممكن معلقه بيكنج باودر براحتك، بس الكربوناتو حلوه برضو بتدي نفس النتيجه. وطماطمتين بشراهم وهنزل عليهم بيها، يبقى احنا كده 7 بيضات، طماطمتين مبشورين، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وشطه، معلقتين كبار دقيق، وقلبنا الكلام ده كله مع بعض كويس. البوله بتاعت البيض كانت صغيره، فنزلت عليهم على البصل بعد ما هدي البصل، بعد ما هدي، وهنزل بكميه الخضره، وكميه الخضره دي بتاعتك، عايزه كتير عايزه شويه براحتك. انا حطيت حزمتين الخضره، وهقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. احنا بنحب خضرتها كتير. هنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. في الوقت ده انا حاطه صينيه على النار، لان انا هدخلها الفرن، حاطه صينيه على النار وحاطه فيها معلقتين زيت كده وسايباها على النار بتسخن. عقبال ما اقلب العجه بتاعتي، بس هنزل بيها بقى على الصينيه اللي على النار. دي صينيه حطها بتسخن وحاطه فيها معلقتين زيت كبار، هنزل عليها وهساوي الوش كده وهدخلها الفرن. دي المسقعه. بعد ما قليت البتنجان حطيته في مصفى، بعد المصفى باخده على مناديل وبضغط عليه من فوق ومن تحت كده عشان اطلع اي زيوت زياده، وهرصه في الطاجن وهنزل عليه بالصلصه، وهدخله الفرن مع العجه، ياخد 10 دقايق كده في الفرن بعد ما الصلصه خلاص اتسبكت وبقت تمام. في الوقت ده برضو انا كنت بقطع لهم بطاطس، احمر برضو للولاد طبق بطاطس، مع ان البطاطس مش حلوه خالص، لسه بتشرب زيت، لسه بطاطس التحمير ما نزلتش في السوق، البطاطس مش مقرمشه كده ومش حلوه وشاربه زيت. وعملت معاهم كمان طبق فول. بصراحه الفول ده انا شارياه من بره، بس ان شاء الله هندمس مع بعض الفول، لان فول البيت لا يعلى عليه، احلى كتير من بتاع بره. ده حطيت الفول على النار لحد ما سخن، هنزله بقى ههرسه بهرسه البطاطس او بكوبايه زي ما انت متعوده تعمليه. هنعمل فول بالطريقه السهله التقليديه العاديه جدا. هنهرسه كويس، بعد ما اهرسه هحط له شويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه شطه لو بتحبيه مشطشط، بس انا بكتفي بالكمون والفلفل الاسود. شويه كمون وشويه فلفل اسود، وهحط بقى مش هحط ملح، انا هحدقه بالمرته. وجربي الفول بالمرته، حاجه كده تانية خالص، طعمه بيبقى حلو جدا جدا. دي معلقه مرته، وانا كنت محدقاها شويه علشان بحب احدق بيها الفول، فانا بزود فيها ملحها، فانا مش هحط ملح، هكتفي في معلقه المرته دي. هقلبهم مع بعض كويس قوي، هقفل النار واحط لها بقى معلقه سمنه بلدي، تحط لها مع شويه زيت، زيت حار زي ما انت عايزه بقى حطي، وكل الفول بالطريقه اللي بتريحك. بس خلصنا كده الغدا وكنا اتغدينا، فالعيال كانوا عايزين حاجة حلوة، فقلت لهم يلا نعمل جلاش بالكنافة. ده نص كيلو كنافة، حطيت عليه كوباية الا ربع سمنة سايحة، واي نوع سمنة بتحبيه، بس هي ما بتبقاش حلوة غير بالسمنة البلدي. دي زبدة صفرا انا حطيته عليها نص كوباية الا ربع على النص كيلو كنافة.
هفرفرهم مع بعض كده. حابه تحطي معلقتين سكر بودره في المرحله دي براحتك، بس انا بكتفي بالشربات اللي بحطه عليها عشان احنا ما بنحبش الحاجه مسكره قوي. فانا بكتفي بالكوبايه الا ربع سمنه. ممكن تحطي 3 معالق سكر بودره. هقلبهم بس مع بعض كويس جدا. واحنا بنحط الكنافه نيه مش بحمرها، انا بحطها زي ما هي كده، بيبقى طعمها احلى واطعم كتير من المتحمره. عايزه تحمريها براحتك، بس جربيها كده هتعجبك قوي. دي لفه جلاش. لفه الجلاش ب20 جنيه، ونص كيلو كنافه ب20 جنيه، ما كلفتنيش اكتر من كده. هجيب بقى ورقتين ورقتين، هاخد بقى شويه كنافه احطهم في الورقه، في ورقتين ورقتين جلاش، هحطهم احشيهم بالكنافه. كميه الكنافه زي ما انت عايشه. مو على فكره ممكن تحشيهم بربع كيلو كنافه بس، مش نص كيلو كله، لو انت بتحبي كنافه قليله جوه. وشويه سوداني، ده شويه سوداني عندي. مش عايزه تحطي ما تحطيش، عندك اي نوع مكسرات تاني حطي. وهنلف كويس اهم ورقتين اهمت. وهنلف بقى كويس الكنافه الجلاش بالكنافه. عايزه تحبيها ارفع من كده يبقى هنقلل الكنافه جوه بس. وهندهن الطرف بالسمنه. احنا ما حطيناش سمنه على الجلاش ولا حاجه، احنا حطينا بس على الكنافه بس. وهنحط على الطرف عشان يقفل الطرف كويس. وهنقطعها، عايزه تقطعيها 4، عايزه تقطعيها 5، زي ما انت عايزه. هنقطع بقى الجلاش وهنرصه بالصينيه. وخليكي بقى سخيه وانت بايه بتدهني الصينيه علشان ما يلزقش فيها. بس دهنا الصينيه دهنه حلوه كده. وهرصص الجلاش بالكنافه في الصينيه بس. يبقى ورقتين جلاش حطيت فيهم كنافه والكميه اللي انت عايزاه، رشه سوداني لو حابه، مش حابه استبعديها. ونلف ونقطع ونرص في الصينيه. دي كانت بنتي عايزه تعمل فسبتها تعمل وصورتها. بنتي على فكره مش صغيره. بس فهحط بقى، حطت الكنافه، هننزل بقى كمان برشه السوداني. وهنقفل ونقطع ورصي زي ما انت عايزة. طعمها حلو جدا، سهلة جدا وبسيطة ومش محتاجة قلبة خالص. بس هندهن الطرف بالسمنة وهنقطع وهنرص في الصينية. بس كان عندي بقى حتة بلح صغيرة كده او شوية عجوة صغيرين، فقلت اخدهم. احنا بنحب جدا الكنافة بالعجوة او بالكنافه بالبلح، بيبقى طعمها حلو جدا. فكان عندي حبه بلح كده صغيرين، فخدتهم حشيت بيهم واحده كده. قلت ايه بدل ما هينشف ويبوظ عندي، فانا عملتها. كانت عملت دي بس. بس بيبقى طعمها حلو جدا جدا يعني. لو انت عندك كميه اعمليها بالطريقه دي، هيبقى طعمها حلو جدا جدا. بس بعد ما خلصت الكميه اللي عندي، نزلت بقى عليها دهنتها كويس جدا بالسمنه من فوق، علشان احنا ما دهناش الجلاش سمنه خالص. فهندهن الجلاش كله بالسمنه وهندخله الفرن على درجه حراره 180. يعني انا لما ابتديت اجهز في الجلاش كنت بحطيت الفرن، سخنت الفرن وظبطته على درجه الحراره 180 علشان يسخن كويس جدا معايا. يعني قبلها ب10 دقايق تقريبا، مش هياخد من ايديكي اكتر من 10 دقايق. هو سهل جدا وبسيط ومش بياخد وقت خالص. بس هدهن. هو عمل معايا صينيتين، صينيه كبيره وصينيه صغيره. اللي بالبلح دي جربيها، طعمها حلو جدا جدا. وان شاء الله رمضان قرب وهنعمل مع بعض حلويات كتيرة، وهنعمل مع بعض كنافة بالبلح، وهنعمل حلويات كتيرة ان شاء الله هتعجبك، وبرضو سهلة وبسيطة. بس بعد ما دهنتها كلها كويس، هاخدها بقى ايه ادخلها على الفرن على طول. مش هتاخد تلت ساعة نص ساعة وهتلاقي اتحمر من فوق ومن تحت. هو ما بيحتاجش ان انت تديله الشواية خالص، هو بصراحة بيتحمر على طول. بس هاخدهم ادخلهم الفرن. وعقبال ما يطلعوا من الفرن هعمل الشربات. ده كوبايتين سكر،
هحط عليهم كوبايتين ميه، يبقى كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه. وهحط كمان معلقه عسل كلوكوز، ولو انت مش عايزاها استبعديها براحتك خالص، بس انا بحب احط في الشربات معلقه عسل كلوكوز، دي معلقه كبيره من العسل الكلوكوز. عصرة نص ليمونة، وكمان نص معلقة فانيليا. أول ما يبتدي يغلي الشربات أحسب له 10 دقايق بالظبط وهقفل عليه. يبقى كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية، معلقة عسل كلوكوز، عصرة نص ليمونة، ونص معلقة فانيليا. 10 دقايق على النار وهنقفل عليه. كان خلاص الجلاش خرج معايا، نزلت عليه بالشربات، وكان الشربات اتهدي معايا شوية، الجو ساعة والشربات بيهدى على طول، بس شيليه من على البوتاجاز. بس هنسقي بقى الشربات، الجلاش بالشربات، وخلاص كده كان احلى جلاش معايا. حطيته في طبق التقديم، وكان حاجه كده سهله وبسيطه، طعمها حلو جدا جدا ومش مكلفه خالص. اللي بالعجوه ده طعمه حلو قوي، يعني احنا كنا اللي بالعجوه ده الاول، وبعدين اكلنا البتاع. عامه هو كله اتنسف يعني، الحمد لله. بس الشتاء بيحب الحلويات وبيحب المعجنات غير الصيف خالص، يعني في الصيف ممكن ما تفكريش في الحاجات دي، لكن في الشتاء بتبقى على طول عايزه الحاجات دي. واديك العيد كمان، العجه كانت خلصت وطلعت معايا، كان طعمها حلو جدا وسهله جدا وبسيطه. جربي بالطريقه بتاعتي دي ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب تشجيعك ليا. شكرا على وقتكم ووجودكم معايا، بيفرق كتير، واشوفكم على خير. مع السلامه.